وللحديث عن آخر التطورات أرحب بضيفي من الخرطوم الصحفي محمد باشا. أهلا بك سيد محمد. سيد محمد، ما طبيعة وإشكالية الهدنة الحالية التي انتهت، وهل الهدنة القادمة قابلة لأن تكون أفضل من السابقة؟ مرحبا عبد الرحمن. الآن هنالك غارات جوية من الجيش السوداني في هذه اللحظات على مقار وتمركز لقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من بحري. أنا الآن أرى هذه الغارات وهي تقصف هذه المقار قبل لحظات، وهي الآن من خلفي إذا كانت الكاميرا تظهر هذه الغارات. هنالك الآن هي تقصف عدد من المقار، تمركز لهذه القوات في عدد من المناطق ببحري. نشهد كما ترى من خلفي هنالك أعمدة لدخان تثيف لهذه الاشتباكات العنيفة التي كانت منذ صباح اليوم ولم تتوقف حتى هذه اللحظة. منذ الأمس وحتى هذه اللحظة لم تتوقف طيران الحربي فوق سماء عدد من المناطق نسمعها هنا في أم درمان وفي الخرطوم وفي بحري. هذه الاشتباكات تأتي في ظل هدنة جديدة لمدة 7 أيام. لم نعرف ما معنى الهدنة التي يعلن عنها في الإعلام أو في بيانات الجيش والدعم السريع، لكن هنا على أرض الواقع الاشتباكات ما زالت مستمرة. الأمس كانت هنالك دانة قصفت منزل بأم درمان حي الشرفية، وعلى إثر ذلك القصف سقطت طفلة شهيدة. هنالك عدد من المناطق التي لم تتأثر بهذه الاشتباكات أو لم تكن بها الاشتباكات قريبة، لكن تتأثر بالقذائف التي تأتيها بين حين وآخر. نعم. الأوضاع الآن لا غير مطمئنة وهنالك قلق كبير بين المواطنين. طيب محمد، نحن نتحدث بشأن الهدنة التي سوف تبدأ بعد ساعات برعاية رئيس جنوب السودان. إلى أي مدى يستطيع رئيس جنوب السودان سيلفا كير مواصلة العمل مع الطرفين لإنهاء حالة الاقتتال والبدء بالمفاوضات؟ مبادرة منظمة الإيجاد والتي تحدث عنها رئيس دولة جنوب السودان عبر وزير خارجيته هي تعتبر هدنة لمدة أكثر من 3 أيام أو 72 ساعة التي يعلن عنها. الجيش وافق على هذه الهدنة والتباحث بشأنها، ولكن ربما لم يبدي أي تعليق حول التباحث عن الوقف الدائم لإطلاق النار أو التفاوض مع قوات الدعم المسلحة. التفاوض يقول في بيان له إنه بشأن الهدنة التي سيعلن عنها والتي ستبدأ لمدة 7 أيام، لكن كما ذكرت لك آنفا أن هذه الهدنة ربما طيب نحن نستمع الآن إلى طلقات للنار في العاصمة الخرطوم. أكمل أولا كن في مكان آمن محمد، ثم علق على ما تشاهده الآن وتسمعه من إطلاق للنيران. نعم، كما ذكرت لك عبد الرحمن الآن إطلاق كثيف للرصاص والقذائف والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وهنالك أيضا غارات كما سمعت قبل قليل. هنالك طيران حربي يقصف مواقع لتمركز الدعم السريع في منطقة بحري. أنا أراها الآن من على البعد. هذه الغارات هي غارات ربما تكون الأشد منذ بدء الاشتباكات، أو ربما تكون الأشد منذ إعلان الهدنة الجديدة التي هي لمدة 7 أيام. طيب محمد، نحن نشاهد أعمدة للدخان الأسود على الشاشة في مسافة ليست بالبعيدة كثيرا. هذا الموقع، هل يمكن أن تصف لنا من يسيطر على هذا المكان؟ هذه أعمدة الدخان في منطقة بحري، في منطقة كافوري ومنطقة المنطقة الصناعية بحري. هاتان المنطقتان قريبتان من بعض. الأعمدة الدخان ربما تأتي من أحد المصانع التي تأثرت بهذه الاشتباكات، لأن أعمدة الدخان تستمر لساعات وربما لأيام، لأن المصانع التي
تتأثر بهذه الاشتباكات بها مواد قابلة للاشتعال، فأعمدة الدخان لن تصمد، لن تتوقف بشكل سريع. أيضا هنالك في منطقة شمبات وفي منطقة كوبر أرى أعمدة للدخان الكثير. نعم. أيضا وهنالك من جانب القصر الرئاسي هنالك أيضا أعمدة دخان لكن هي بعيدة. أيضا في الدائرة نعم. الطبية لمقر الدعم السريع شكرا. عدد من الاشتباكات دارت صباح اليوم وبالأمس، هي دائرة طبية لمقر الدعم السريع في منطقة شكرا لك. شكرا لك من الخرطوم الصحفي محمد باشا.